طبعا ناس كتير جدا بعتت لي عن حقيقة التعاقد مع محمد ربيعة وحقيقة تفاوض النادي الأهلي مع محمد ربيعة مدافع نادي سموحة السكندري. وأنا قلت لحضراتكم إن أنا هتواصل مع مصدر في نادي سموحة السكندري وأعرف لكم حقيقة المفاوضات إيه ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة السكندري. تواصلت منذ قليل مع الكابتن المحترم أحمد عبد العزيز المدرب العام لنادي سموحة السكندري، وقلت لكم ان هو طبعا صديقي وجاري، واكد لي ان مفيش اي مفاوضات تمت ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه حول انتقال محمد ربيعه مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر، وان النادي الاهلي لم يتواصل نهائيا ولم يطلب التعاقد مع محمد ربيعه. كان واجب ان انا ابلغ حضراتكم ان لو في مفاوضات مفيش مفاوضات، عشان ناس كتير جدا 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 بعتتني وسالتني وقالت لي ده فلان بيقول، ده فلان بيأكد ان النادي الاهلي اتجه للتعاقد مع محمد ربيعه بعد فشل صفقه مصطفى العش. ولكن اتأكدت بنفسي من الكابتن احمد عبد العزيز المدرب العام لنادي سموحه السكندري اللي اكد لي ان مفيش اي تواصل حصل ولا تفاوض ما بين النادي الاهلي ومحمد ربيعه، وان مجلس اداره النادي الاهلي ما طلبش محمد ربيعه حتى هذه اللحظه.